سجل الحته دي يا وليد، وعلى مسؤوليتي الشخصيه، على مسؤوليه محمد بدر الشخصيه. بص يا وليد، ركز في الكلام اللي هقوله. كان مفترض تعيين امين عمر زي انت ما اتكلمت وقلت لمباراه الزمالك، وسيراميكا. الزمالك عرف، مجلس اداره الزمالك عرف، راحوا جري طلبوا تحكيم اجنبي هيتحمل الفلوس دي الاستاذ ممدوح عباس. الماتش اللي فات بين الاهلي والزمالك المفترض كان ماتش الزمالك، المفترض الزمالك اللي كان هيجيب كان هيدفع فلوس، ولكن الزمالك ما دفعش، اللي دفع النادي الاهلي، واللي اتحمل تكلفة الحكم الاجنبي اللي فات هو النادي الاهلي. طيب ليه الزمالك الماتش اللي فات ما جابش يا وليد تحكيم اجنبي؟ لان كان هيتعين محمود بسيوني تاني، كان هيتعين محمود بسيوني، والزمالك كان عنده علم بده. طب النصيبة الأكبر والأخطر والكارثة الكبيرة اللي أنا هقولها دلوقتي يا كابتن وليد، النادي الأهلي ودي معلومة مؤكدة، بعد ما كان أمين عمر اترفض في ماتش الزمالك وسيراميكا وكان راح للأهلي والمصري، اترفض لجنة الحكام، شالت وعلى مسؤوليتي الشخصية شالت أمين عمر يا وليد، والكلام ده هتشوفه وهتسمعه وهتقرا عنه الفترة الجاية، وحط واحد من الاثنين، يا محمود بسيوني يا طارق مجدي. مجلس اداره النادي الاهلي محمود بسيوني يا طارق مجدي، اللي هتلاقوه في ماتش الاهلي والمصري. تاني يا وليد انا بحذر تاني وتالت ورابع وخامس من خلال اللايف بتاعك، والكلام ده على مسؤوليتي، والكلام ده يا وليد هيتقال وهتسمعه. والفاصل بيني وبين الناس اللي موجوده دي كلها النهارده يا وليد 6 أو 7/5 2026. الكلام ده انا بقوله على مسؤوليتي الشخصيه. طارق مجدي يا محمود بسيوني اللي هتلاقيه في ماتش المصري. اداره النادي الاهلي لازم تتحرك من دلوقتي، اداره النادي الاهلي لازم تتحرك من دلوقتي. انا بقول وبعيد وكل كلام اهو للناس كلها، مفيش الاهلي مش الاهلي ما طلبش تحكيم اجنبي يا جماعه، الاهلي ما طلبش تحكيم اجنبي. النادي الاهلي الماتش ده المفترض كان بحكام مصريين. النادي الاهلي محمود بسيوني